تاخذون جولة في الحنطور اللي يسمونه كوتشي. يلا. ووصلنا مراكش ساعة تلفنا، وأول شيء سويناه إن خذينا حصان ومع عربة يعني نفس الحنطور عشان نشوف المدينة كلها، وبعدين نكمل جولتنا داخل مراكش. والحين قاعد نتمشى في سكيك مراكش. طبعا السكيك كلها جميلة مراكش، مع الأسواق والصناعات المحلية اللي عندهم. وهذه القصبة في مراكش. طبعا المغرب معروفة أن كل مدينة فيها قصبة. ووصلنا مكان أغلى حي، المدينة الحديثة يسمونها. فهني يعني هاي كلاس الأشياء والمحلات والمطاعم. وهذا منارة مول، بعد مول كبير وفي محلات معروفة ومطاعم معروفة. اليوم في مراكش بمكان اسمه ذا وايت كامل، هنصور لكم الأنشطة اللي راح نسويها. وهذه الخيام معاها حمام سباحة على إطلالة كذي حلوة مع الجبال. هذيلا جبال أطلس اللي هناك تشوفونهم، فخيال. هذه شعلة حق الدفا. المكان حده حلو خيال. وهذا حمام سباحة كبير حق الكل قدام منظر الغروب. وايد عجبني المكان. وفي شيء بعد أخير لازم نسويه اللي هو ركوب الجمال. وايد حلو المكان، أنصح فيه صراحة، خاصة اللي يحبون أجواء البر والشوي والحطب. من ضمن المخيم تقدرون تأجرون الجمل يفركم شي فرة. فخلنا نصور لكم بعد الجولة. ركبنا جمل، وهذه أجواء العشاء. أهم الأماكن اللي تزورونها في مراكش قهوة الباشا. وصباح الخير، وكذي ابتدى يومي. تريقت وكان ضيفي هذا العصفور الكيوت. بهاليوم قررنا نروح نشرب قهوتنا في قهوة الباشا في مراكش، لكن الصدمة ان الدور يبيله ساعتين، حد المكان زحمة وما كان عندنا وقت. فقررنا ان نتمشى في متحف القهوة، وبعدها خذينا جولة في سكيك مراكش. بصراحة كل سكة أحلى من الثانية، البضاعة كلها غريبة وكلها صناعات يدوية، وتشوفون بساطة الناس بين المحلات. وكل مكان تمرون فيه راح تلاقون أكلات شعبية، وتقدرون تجربون يسوون الأكل قدامكم. وعلى فكرة ترى نظيف، لأن شفتهم شلون يسوونه بضمير. وسلامتكم. والحين أبيكم أنتوا تقترحون علي أماكن أروح لها في مراكش. أنا اليوم في فندق نمسكار في مراكش. تعالوا معاي خل أوريكم فيلتي العجيبة. طبعا هذه الأجواء الخارجية حق الفندق، شوفوا الديكورات حدها عجيبة، والفلل بعد أحلى، شوفوها معي. بطلنا الغرفة، وهذا كله تبع الفيلا. حمام سباحة، قعدات. شوفوا حمام السباحة بس مش كبره. هذا حمام سباحة، وهذا يعني مثل نافورة أتوقع. وفي هناك قعدة هني بعد. الحين أدخلكم داخل الغرفة. أنا طلبت تمويل أوتي فيابوا لي إياه، مالكم شغل فيه. هذه الصالة حاطي لي فيها شوية مقبلات خفيفة. زين، الحين الغرفة. وهذا السرير، طبعا يطل على الحديقة وعلى السويمينج بول. وهني تكرمون
غرفة الحمام، شاور داخلي، شاور خارجي، مغاسل، وهني غرفة كبتات. وبس والله تأخرت فيلا ليتس جو. حديقة ماجوريل اللي هي حديقة سان لوران. فز الخفوق بالسلامات ما بين شوق وتهلي، يوم اللي محت الذي فات سمرني واقف محلي، ودي ابوق المسافات واصير ظله وظلي، رد بعيونه ابتسامات كأنه يقول لا تخلي، يا طير غرد ولا تبات والنوم خال. عندي لك اختبار. سهل ولا صعب؟ سهل. يلا قولي لي شنو اسم هالطبق؟ الزعلوك. الزعلوك عبارة عن حمسة باذنجان، طبق من المقبلات المغربية، يعني تون المغرب لازم تجربوه. هذا شنو؟ التكتوكة عبارة عن حمسة طماط وفلفل. يلا نجرب. نجرب. يلا. زعلوك؟ زعلوك. يلا نجرب زعلوك. لازم ناخذ خبزة. عجيب. وايد حلو. يلا انت جربيها مع الخبزة صح؟ يلا هات. لذيذة. مميز. لازم تجربونه. الأكل المغربي عدل عدل مضبوط. وهذه تشكيلة من المقبلات المغربية. طاجين لحم بالبرقوق. تجربينه فطوم ينن لذيذ لذيذ. خطير. ذايب ذايب ذايب. بالعافية بالكويتي.